وأما الحداقة قالوا فهي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه. إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجها مقلوبة الوجه، ما شاء الله فلانة عندها وعندها وعندها وأنا مسكينة. إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء. وأما البراقة قالوا فهي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها، لا يهمها إلا نفسها، مشتغلة بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها. نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية. والشداقة هي التي تتشدق بالكلام كثيرا، فهي كثيرة الكلام قليلة السكوت.